السؤال دلوقتي، انت ايه رأيك في الاختلاط بين الرجالة والستات في اماكن العمل؟ ماشي اتفضل. انت كده بتصورني يا راجل. ايه رايك في اختلاط بين الرجاله والستات؟ علي صوتك كده، كنت معلي صوتك. هقول لحضرتك حاجه، الانسان لما كانش الواحده تقدر تحافظ على نفسها يعني ما اعتقدش يعني المفروض الانسان يعامل يعني اخته في الشغل كانها اخت مش كزميلته. انا مش ممتنع على حته الانسان تشتغل، لا انا مش ممتنع. انت مش ضد ان المرأة تشتغل؟ لا مش ضدها، لا لا مش معنى كده ان نقول ان المرأة مثلا مساوية الرجل، لا ربنا فضل الرجل على المرأة مفيش مشكلة، بس انا مش ضد الحته دي تشتغل. وقلت لحضرتك في بداية كلامي انا مش راجل مش عالم، انا راجل زيك راجل عادي جدا، بصلي بعبد ربنا، بس بطيء ربنا في كل حاجة انا بعملها على قد ما بقدر ابعد الحدود. بس مش ضد حته ان الست ما تشتغلش، لا تشتغل مفيش مشكلة ادام الراجل جوزها او بمعنى صح اللي هو ربنا فرض عليها انه يبقى جوزها في يوم من الايام راضي بكده خلاص تمام. مش راضي لا خلاص دي حاجه بقى، ده الامر لله ثم ليه هو ان هو جوزها ومسؤول عن تصرفاتها. حته تشتغل لا يبقى خلاص طول ما هي في عزم جوزها خلاص اللي يقوله هو يمشي. طب وانت ايه رايك في الناس اللي بتحرم شغل الستات واللي بيتحرم الاختلاط اساسا بين الستات والرجاله سواء في الجامعه او في الشغل او في المدرسه او في الشارع حتى؟ الاختلاط بين الرجل والست هقول لحضرتك حاجه، يعني الاختلاط بين الرجل والست مش في كل الحالات. يعني ما اقعدش مؤاخذه اقعد واحده مع راجل وواحده في كازينو واقول مثلا دي اختلاط بينهم وبعضهم ما ينفعش. شغل ومنطقه عامه زي مثلا مصلحه حكوميه مفيش مشكله، ممكن ما اقعدهمش في كازينو واقول اختلاط الرجل والست. انا عن نفسي ما ارضاهاش، لو ارضاها على الناس برضاها على نفسي وعلى عيالي. انت ضد الاختلاط في الكازينوهات؟ في حاجات اللي هي محرمه الله ربنا محرمها بس يكون في اماكن عمل في اماكن مصالح حكوميه لا انا مش ضدها. طب وانت ليه شايف ان الاختلاط في الكازينوهات حرام يعني؟ معلش يعني ما بص ما اجتمع رجل وامراه الا الشيطان ثالثهم. يعني لما يقعد رجل وامراه في كازينو مع بعض دي مش هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ معلش مهما يكون يعني اللي قاعدهم في الكازينو اساسا يعني. طب حضرتك يعني حضرتك رديت يعني طبعا يعني رجل كازينو يقول لك اختلاط ممنوع الاختلاط، لا طبعا حرام انا ما ارضاهاش، لان انا عندي بنات وعندي لا مؤاخذه ولا ما ارضيش ان انا اخلي راجل وبنت او راجل وست يقعدوا في كازينو. طب افرض واحده ست بقت مديره مصلحه او مديره شركه، انت ايه رايك؟ لا الله قوم من حق كمات امراه. يعني لو بقت رئيس جمهوريه طيب؟ لا طبعا بقول لك نعم الله قوم كمات امراه. على كل حاجه ما ينفعش. ازاي تحكم واحده ست؟ ما ينفعش. طب وان هي تبقى قاضي؟ هي ممكن تشتغل وكنت تقعد في اماكن لا مؤاخذه تبقى هي حكم على الامه الاسلاميه ما ينفعش. ما ينفعش. وقلت لحضرتك في بدايه كلامي انا مش راجل عالم، انا راجل زيك، انا بتكلم كعلمي انا وعلى حدود انا كراجل مصري وراجل مسلم قبل ما اكون مصري. تمام. ما تكونش رئيس الجمهوريه لا ولا حضرتك نعم الله امراه نعم الله قوم من حكمات الامراه. طب ولو رئيس الجمهوريه لو مصلحه حكوميه عاديه ماشي، موظفه عاديه ماشي، كنت تتولى امور قوم بحالها امور مسلمين لا انا ما ارضاش. طب ولو رئيس الجمهوريه ده بقى واحد مسيحي؟ لو رئيس الجمهوريه واحد مسيحي حضرتك لا طبعا دي بلد اسلاميه. دي بلد اسلاميه ازاي يحكمها؟ احنا نعيش مع بعضنا وكل حاجه واخوات ونعامل بعض بما يرضي الله، الرسول كان بيعامل الناس بما يرضي الله، نعاملهم يكون يبقى هم لا ما ينفعش. دي بلد اسلاميه دي. سيبك بقى ان الحكومه خلتها بقى حاجه ثانيه اللي هم الجزء اللي هم مشوا دول الله يتولاهم بقى، هو ربنا اللي يتولاهم، وكنا احنا ما ينفعش. دلوقتي احنا في عصر حريه ما ينفعش تبقى البلد تمسكها واحد ما ينفعش. يعني عصر الحريه معناه ان ما ينفعش البلد يمسكها واحد مسيحي؟ دي بلد اسلاميه دي بلد اسلاميه. دي مصر بلد اسلاميه ازاي يمسكها واحد مسيحي؟ احنا نعيش مع بعض اخوات وكل حاجه ونعامل بعض بما يرضي الله، وكنا نمسكها واحد مسيحي ما ينفعش. انا ما يرضينيش كراجل مسلم، انا ما يرضينيش. طب انت ايه رايك في الاضطهاد؟ على فكره انا بالنسبه لي اعرف ناس مسيحيين كتير وبعاملهم وناس اصدقائي وناس اصحابي وكل حاجه، وكون حته ان توصل للدين لا كل واحد لكم دينكم ولي دين. دي بلد اسلاميه انا ما ينفعش ان انا بلد اسلاميه امسك واحد مسيحي. طب انت شايف ان المسيحيين في مصر بيتعرضوا لنوع من انواع الاضطهاد؟ لا ما حصلش. انا قلت لحضرتك انا اصدقائي مسيحيين ومسلمين وبعاملهم وليا ناس بعاملهم كمان باخد منهم اقساط لبيت الجماعه اللي بيبيعوا اجهزه تلفزيونات وثلاجات انا بعاملهم الراجل مواطن عادي. يعني معنى كده الناس ما بقى يعترضهم ازاي وانا بعاملهم. احنا بينا وبين بعض ما فيش اي مشكله.
واصدقائه واخواته وكل حاجه. مفيش اي مشكله بينه وبينهم. حته بقى الفتن اللي بتحصل دي من اي حد، يبقى دي ناس مش كويسه اللي بتعمل فتن، اللي عاوزه تخرب على البلد.